يبدأ الفيلم في ليلة نموذجية في حياة تومي، وهو شخص متهور يرتاد يلتقي بصديقته غابي وأصدقائهما، ولكن عندما يتم إبعادهم من ملهى ليلي يفتعل تومي شجارا مع حارس تنتقل المجموعة بسرعة إلى مكان آخر، حيث تتحول الليلة إلى ضباب من الكحول والمخدرات، وينغمس الجميع في الشراب باستثناء غابي التي تبدو جامحة بما فيه الكفاية بدونها. تمتد الفوضى إلى الشوارع، وعند محطة الحافلات يتعاطى تومي المزيد من المخدرات قبل أن يتعثر في طريقه إلى المنزل متشبثا بالجدران وينهار على الرصيف وبالكاد تحمله قدماه إلى الأمام. وفجأة تخترق الأضواء الأمامية الظلام ويقترب شخص غامض. ثم تنتقل القصة بعد ذلك إلى كريس، وهو رجل هادئ ولكنه مقلق يجري مقابلة عمل في مقهى هادئ. كانت أسئلته للمتقدمة الشابة رينا محددة بشكل غير يريد أن يعرف ما إذا كان لديها أي علامات مميزة يمكن أن تجعل من السهل التعرف عليها. وبعد أن اقتنع بإجاباتها طلب منها التوقيع على مجموعة من وسرعان ما تصل رينا إلى قصر كريس الريفي المنعزل، وتشعر بالارتياح عندما تكتشف أن الوضع المعيشي لصاحب عملها أكثر احتراما مما كانت تخشاه. بعد السماح لها بالدخول يقوم كريس بفحصها بجهاز الكشف عن المعادن ويطلب منها تسليم هاتفها طوال ويذكرها باتفاقية عدم الإفصاح التي وقعت عليها. ما يحدث في هذا المنزل يجب ألا يغادره أبدا. في تلك اللحظة تدخل زوجته كاثرين، بعيدة صامتة وباردة. إنها لا تعترف حتى بوجود رينا. يأخذ كريس رينا في جولة في المنزل ويرشدها إلى غرفه البكر وإلى حضانة ابنهما جوناثان، لكن الجولة تأخذ منعطفا مزعجا عندما تنتهي في هناك مقيد بالسلاسل يجلس تومي. تشعر رينا بالصدمة وتريد المغادرة على الفور، لكن كريس يقنعها بهدوء ويكشف أنها معرضة لخطر الترحيل وأن لديه العلاقات اللازمة لحمايتها. أما بالنسبة للصبي في الطابق السفلي فيرفض كريس ذلك كشكل من أشكال العلاج، مدعيا أن تومي يمر ببساطة بمرحلة رينا على البقاء على مضض. يقوم كريس بتجهيزها بصاعق كهربائي ورذاذ الفلفل في حال أصبح تومي عدوانيا، وتبدأ مهامها. وفي وقت لاحق بينما كان تومي يغسل الملابس في الطابق السفلي ناداها تومي بوقاحة طالبا منها المساعدة، لكنها تجاهلته بشكل واضح. في المساء تستعد العائلة لتناول العشاء. ينزل كريس إلى القبو ليحضر الطعام للأسير. يخبر الشاب أنه هو أيضا كان يدعى تومي في يوم من الأيام، ولكن كان ذلك منذ زمن. ومن الواضح أن السجين كان مستاء بشكل واضح، فألقى بالطعام بعيدا وهدد آسره بالعقاب الإلهي الذي سيطلقه حالما يصبح حرا. وعندما يندفع الشاب نحوه يباغته كريس بصاعق كهربائي. بعد العشاء يعود كريس إلى الطابق السفلي ويشغل التلفاز للأسير ويشغل مقطع فيديو نشره تومي نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي. في أحد المقاطع يظهر تومي وأصدقاؤه وهم في حالة سكر في سيارة مسروقة إلى أن يشرح كريس بهدوء عدد القوانين التي تم خرقها، ثم يعرض مقطع فيديو آخر هو وابنه يشرحان فيه بجدية أن القيادة في حالة سكر أمر سيء للغاية. ففي نهاية المطاف إذا تسبب السكير في قتل نفسه في شيء واحد، ولكن يمكن أن يعاني أشخاص في تلك الليلة أيضا. حاول تومي في تلك الليلة انتزاع السلسلة من مكانها الثابت، لكنه لم يتمكن من السقوط إلا بعد أن اصطدم بمنضدة وبلل نفسه أثناء الصباح. يقترح كريس على زوجته أن تزور الأسير فقط للتحقق مما إذا كان قد أكل كلب الرومانات المربي وللتعرف على بعض. في لقائهما الأول يرمي الشاب سرواله المبلل بالبول مباشرة في وجهها، وهو ما لا يعتبر في أي ثقافة في العالم شكلا مقبولا من أشكال التحية. يحاول تومي أيضا خنق كريس، لكن كريس الذي يتذكر بعض الحيل من أحد معارفه الغجريين الذي يشبه براد بيت ينزل بعد أن يجهز حماما لزوجته يتوجه إلى الطابق السفلي حاملا حقيبة سفر. في الطريق يسأل جوناثان عما إذا كان بإمكانه قراءة بعض الكتب المصورة التي تعود لشخص يسمح والده بذلك، ولكن بشرط ألا تكتشف والدته الأمر. ينزل كريس إلى الطابق السفلي حيث يقوم تومي مرة أخرى بتوقيفه. يصر الرجل على أن يعتذر الأسير عن سلوكه، وعندما يرفض يضربه كريس بالعصا. بالعودة إلى الطابق العلوي يجري كريس محادثة يسأل جوناثان عرضا متى سيتمكنون من مشاهدة فيلم مع الأسير. وعندما تنزل رينا مرة أخرى يعاملها تومي بفظاظة أيضا، مما يدفع الفتاة بعد أن لاحظ كريس ضيقها. وصل كريس واقترح بأدب أن تومي قد يرغب في الاعتذار، وإذ يتذكر الشاب الدروس التي تعلمها يتمتم الشاب بأن ذلك لن يتكرر. ثم ينقل كريس الأسير إلى الطابق العلوي إلى غرفة المعيشة حيث يقوم بتركيب حامل آخر في السقف لتوصيل السلسلة حتى يتمكن تومي من مشاهدة. أثناء جلوسه على الأريكة يختار جوناثان فيلم تشارلي المفضل. تنزل كاثرين إلى الطابق السفلي من السلالم منجذبة إلى الضجيج، وترى زوجها وابنها والأسير يشاهدون معا وتنضم إليهم. في وقت لاحق في السرير تعترف كاثرين بأنها كانت غير مستقرة بسبب اختيار الفيلم الذي أصبح من الواضح أن تشارلي كان الابن الأكبر لكريس وكاثرين الذي توفي الآن. في هذه الأثناء يحاول تومي الذي يلعب دور بديله أن يتحرر من قيوده في القبو بينما تلقى محاضرة عن مخاطر المخدرات من شريط مسجل. بعد أن أدرك تومي أنه لن يخرج في أي وقت قريب قرر أن يبدأ اللعب وفقا للقواعد. خلال النهار يعتذر لكاثرين عن رمي سرواله عليها، وفي المقابل تجلب له زوجا من النظارات.
لقد لاحظت ضعف بصره. لاحقا يشاهدان معا مقطع فيديو يظهر فيه تومي وأصدقاؤه يضربون شخصا ما. يدعي الأسير أن الناس سيبدأون بالبحث عنه إذا لم يراجع ضابط المراقبة، لكن كريس يعلم أنها كذبة. لقد بحث بالفعل في خلفية تومي وفوجئ أنه على الرغم من أسلوب حياته المعادي للمجتمع لم ينتهي الأمر بالشب مرة واحدة في حجز الشرطة. يقرر كريس تمديد سلسلة تومي حتى يتمكن من الوصول إلى المرحاض. فبدلا من استخدام الدالو تجلب له كاثرين ملابس جديدة وكتابا للمساعدة في تنظيم فيرد الأسير بازدراء مراهق نموذجي في سن المراهقة مع ملاحظة أنه في العالم الحديث لم يعد أحد يقرأ بعد الآن. وفجأة يقاطع المحادثة جرس الباب. تذهب كاثرين للرد عليه بينما يقف كريس حارسا بصاعق كهربائي في حال حاول تومي القيام بأي شيء غبي. اتضح أنه ساعي يوصل طردا. كان جوناثان فيستاجته الطفولية قد فتح له البوابة. تذكره والدته بأنه لا يجب أن يفعل ذلك. لاحقا يعمل كريس على نموذج أولي لنظام سكة حديدية للسماح بالحركة على طول السلسلة. لقد قاطعته زوجته. وجدت سجائر بين أغراض ابنهما. يتحدث كريس إلى ابنه ويشك في أن الصبي يتعامل مع وفاة أخيه الأكبر بطريقة يعترف الصبي بأنه دخن سيجارة واحدة لكنه يقول إنه لن يتكرر ذلك مرة أخرى. يصدقه والداه على الرغم من إصرار والدته على ضرورة تلقينه. حلهم غير تقليدي. إنهم يجعلونه يدخن عدة سجائر متتالية مما يجعله يدخن عدة سجائر على التوالي وهو ما يمثل في الأساس. وخلال زيارة أخرى من رينا يعتذر لها تومي مرة أخرى عن سلوكه. تقدم له قطعة من العركة وبينما هي تغادر يحاول الشاب الوصول إلى حزام أدواتها لكن ظهور كريس المفاجئ يفسد خطته. يتوسل الأسير أن يتم إطلاق سراحه واعدا بأنه لن يخبر أحدا بأي شيء. تقوم العائلة بتنظيم جلسة فيديو أخرى وهذه المرة يظهر فيها تومي وأصدقاؤه وهم يأخذون هاتفا من أحد الأطفال. يدرك السجين المفارقة المرير. على الشاشة يلعب دور المعتدي المفترس الذي يهدد ضحية لا حول لها ولا قوة لن ينقذها أحد والآن هو من يشغل هذا المنصب. بعد أن لاحظت كاثرين التغييرات الإيجابية في سلوك تومي أخبرت زوجها أنه قد يفكر في التخفيف عنه. في عيد ميلاد تومي تجلب له العائلة كعكة وتعده بمفاجأة لكن أولا قاموا بتخديره بالكلور وإلا فلن تكون هناك أي مفاجأة. يستعيد تومي وعيه في الهواء الطلق مستلقيا على عشب أخضر مثل الجندب وقد رتبت له العائلة نزهة في الهواء الطلق على الرغم من أنهم لم ينسوا السلسلة المربوطة في أوتار مثبتة. يشوي كريس اللحم وتناقش كاثرين الكتاب مع تومي ويلعب جوناثان. عندما يحين وقت الرحيل يتم تخدير تومي بالكلوروفورم مرة أخرى. عندما يستعيد وعيه يجد تومي نفسه في مكان جديد غرفة في الطابق الثاني. يوضح كريس أنه امتياز يكتسب من خلال حسن السلوك ولكن هناك مشكلة وقد تم الآن ربط جرس في طوقه حتى يعرف دائما مكانه. كان يسمح له بالتحرك في جميع أنحاء المنزل وذلك بفضل نظام السكك الحديدية المبتكر الذي قام وفي الوقت المناسب يخطط كريس لتحسينه حتى يتمكن تومي من الوصول إلى الطابق الأول. أيضا يتم تأمين الانتقالات بين خطوط السكك الحديدية بأقفال مشفرة. يتأرجح تومي المبتهج بهذه الحرية الجديدة حتى أنه يتأرجح على طول السلسلة وكأنها كرمة. في وقت لاحق أثناء اللعب مع جوناثان في الغرفة الجديدة يسأل الأسير عن السكن لكن الصبي يرفض أن يقول من كان يعيش هناك مفضلا تجنب السؤال ومحاوره تماما. أثناء قيام رينا بالتنظيف يطلب منها تومي فتح القفل حتى يتمكن من النزول إلى الطابق لكنها تقول إنها لا تعرف الشفرة. في وقت لاحق بينما يأخذ كريس مقاسات لتمديد السلسلة لمزيد من الراحة يسأل تومي عن علاقته بزوجته ملمحا إلى أن لفتة رومانسية قد تعلم العائلة أن رينا تواجه مشكلة. شخص ما كان يلاحقها. عندما يرون أنها خائفة يعرضون عليها البقاء معهم. هناك متسع كبير بعد كل شيء. المنزل كبير والطابق السفلي فارغ الآن. في اليوم التالي وبإشارة من كريس يطلب تومي من كاثرين الصعود إلى الطابق العلوي لمناقشة كتاب. تعد المحادثة بمثابة إلهاء بينما يقوم الآخرون بإعداد مفاجأة في الفناء عشاء رومانسي على ضوء الشموع. بينما ترقص كاثرين وكريس يطلب تومي من رينا أن تعطيه شيئا أي أداة يمكنه استخدامها لفتح القفل. ترفض لكنها تترك درج المكتب مفتوحا. يمد تومي قدمه نحو النافذة بحذر ليتأكد من عدم رؤيته من خلال النافذة. يتمكن من الاستيلاء على شوكة ثم يخفيها في إناء نبات. في المساء يشكر كريس تومي على مساعدته في المفاجأة. في المقابل يسأل تومي لماذا تم اختياره وما حدث للساكن السابق للغرفة وبدلا من الإجابة يبتعد كريس ببساطة. وفي صباح اليوم التالي يقود سيارته إلى المدينة لقضاء بعض المهام. لم يكد يغادر حتى توقفت سيارة أخرى عند البوابة. يخرج 3 رجال ويشقون طريقهم بالقوة إلى الفناء. تهرع كاثرين ورينا اللتان كانتا مشغولتين بالاعتناء بالحديقة إلى داخل المنزل لكن الدخلاء يتبعونهما. تعترف رينا أنهم أقاربها الذين هربت منهم. تعانق مدبرة المنزل تومي وتهمس له برمز القفل الموجود على نظام السكك. يندفع للدفاع عنها لكن الضيوف غير المدعوين يضربونه. عندما عاد كريس وعلم بما حدث أحضر لتؤمي جمعه. يمدحه على شجاعته ويدعوه بابنه ثم يقول إنه سيقوم بتركيب نظام أمني حديث حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر مرة أخرى. وبعد أن أدرك تومي أن الهروب سيصبح أصعب بمجرد تركيب النظام بدأ الهروب في تلك واستخدام العلكة التي أعطته إياها رينا
قام بتثبيت مصفق الجرس حتى لا يرن. ثم وهو يقف على كومة من الكتب يصل إلى القفل الأول بعد النزول وفتح الثانية يستعيد الشوك ويحاول فك السلسلة. استيقظ كريس على الضجيج فنزل إلى الطابق السفلي حاملا مسدسا. بحلول ذلك الوقت يهاجمه الأسير المحرر ويطيح بالسلاح. يحتجز كريس تحت تهديد السلاح ويطالب تومي بمفتاح الباب تماما كما تنزل كاثرين من على الدرج تخبره أنه لا يريد المغادرة حقا وتقترب منه بهدوء وتأخذ المسدس. لا يزال تومي ينوي المغادرة. لا تقنعه كلمات البالغين الذين يحاولون التصرف كآباء. بعد شهرين في منزله يدلي تومي بإفادة لضابط ويدعي أنه لم يتم اختطافه قط، قائلا إنه عندما تم العثور عليه ونقله إلى المستشفى كان تحت تأثير الدواء. ووفقا له فقد كان يجد نفسه ببساطة يتسكع مع صديق له يدعى جوناثان، وهو اتضح أيضا أن والدته لم تهتم على الإطلاق باختفائه وأن صديقه غابي هو من أبلغ عن اختفائه. يستمتع تومي بحريته الجديدة ويذهب إلى ملهى ليلي حيث يجد غابي لا تزال تغرق عواطفها في الكحول وهو يراها يدرك أنه لا يشعر بأي شيء. وفي اليوم التالي يتصل بها ليطلب منها خدمة. بعد أن يحزم أغراضه يطلب منها توصيله، ولكن ينتهي به الأمر بتولي القيادة بنفسه، وهو يعصب عينيها ويسألها عما إذا كانت تريد حقا أن تختفي كما فعل هو، وعما إذا وعندما توافق يجعلها تومي تستنشق الكلوروفورم، ثم يسكب البنزين على السيارة ويشعل النار فيها لإخفاء آثاره، وبعد ذلك يحمل صديقه الذي كان فاقدا للوعي وهو يقف عند بوابات آسريه السابقين الذين أصبحوا خلال هذين الشهرين عائلته الحقيقية. يدق تومي الجرس الصغير الذي كان معلقا في رقبته. تفتح البوابات. يمشي الشاب في الطريق نحو العائلة وهو سعيد بعودته لتعريفهم بصديقه. وهنا ينتهي الفيلم.